المستشار مرتضى منصور. السلام عليكم. معالي المستشار. الو. ازيك؟ ايوه يا باشا، ازيك؟ الحمد لله تمام. هو انت بتقول ايه يا اخ ماضو؟ ايوه يا فندم يا فندم. لا ايوه، انت بتهرج. بهرج في هو ايه؟ ايه اللي ظلم نفسه؟ طب تاني. مش دي الحقيقه؟ انا اللي عملت الزمالك يا ولد. لا نادي الزمالك يا لا فندم. استنى من فضلك يا فندم من معلش فضلك. بعد اذن كنت حضرتك، بتتحايل اكيد حضرتك عليا ضفت في لنادي المكتب. الزمالك، بس نادي الزمالك من اوعى تهرج. 1911. طالع يا بيه تقول ظلم نفسه ومش انت مين؟ تاني. هو شكر فيك يا معالي المستشار يا على بيه فكره. اسمعني من مش فضلك. بتكلم عليك أنا كويس. مين؟ يا يا بيه، محمد ده عبد حسين العال بيه اللي حضرتك مسلطه. كنت عايزه مذيع في قناه الزمالك في يوم من الايام. انا مين؟ يا بيه إيه؟ مذيع، انت بتهرج. كنت عايز تمشي على هواك تبع الاخ ممدوح والاخ حسين لبيب. لا انا ما عنديش التهريج ده اول. مش عارف يا فندم، تاني. يعني انا مالي وانت بالاسماء اللي ناسي حضرتك كنت بتقولها. بتيجي تعمل ايه في النادي؟ فندم انت ناسي لما كنت تقعد بالساعات مستنيني عشان تتكلم معايا؟ اقعد بالساعات. طالع تقول لا، ما عليا انا حصلش. لا، ما ظلمت حصل. ما كنتش نفسي بقعد بالساعات. وانا اللي وقعت يا النادي. فندم بعد اذن حضرتك لا ما ده انت كنتش بقعد بتهرج يا بالساعات. اخ لا ماضي. ما حصلش الكلام ده، معلش يعني. لا يا ما بيه، ما حصلش. الواد يقول معالي لي. المستشار على فكره هو بيشكر يا فيك، بيه بيقول الواد يقول فترتك لي كانت استنى كويسه انت من فضلك. ولها سلبيات ولها وانت ايجابيات. كمان جايب واحد يهرج. هو ما هرجش على فكره. لا يا باشا، ايه البرنامج ده؟ على ده الكرسي يا فندم. تهريج. طب ايه؟ انا ظلمت نفسي يا ابني. اللي قدامك ده وانا يا ولد. واحد، اصغر مؤلف قانون في مصر. اثنين، اكبر مصادر جنائيه انا مؤلفها. ثلاثه، رئيس نيابه. اربعه، رئيس محكمه. معالي المستشار مصر كلها عارفه الكلام ده. 12 بطوله للنادي. ايوه، ايه المشكله؟ ايه المشكله ان حضرتك عامل كل الانجازات دي؟ ده شيء يحسب ليك، لكن امال مين يا ولد اللي ظلم نفسه؟ حضرتك ظلمت نفسك. حضرتك دخلت لا انت في بتهرج صدامات يا مع ماضو. ناس ما ينفعش تخش لا معاهم ده بدون أي تهريج. مبرر. لا يا بيه الكلام ده تهريج، ما ياكلش معايا. الاسد راجع وانا جنبك في المدينه وجاي لك. لا انا جنبك في المدينه. الو اتفضل. معالي لا المستشار. انا جنبك في المدينه بلا الاولى بتاعي يا بيه. انا قافل في وشه. يعني سببت ان انت مشكله على فكره يا استاذ محمد. يا فندم معلش يعني، أستاذ يعني محمد. هو ايه المشكله؟ أستاذ ايه محمد. ايه الراي اللي انا قلته غلط؟ يا باشا ازاي ده يحصل؟ وازاي الراجل ما قالش حاجه على فكره؟ واللي يوصله رساله برضه يوصلها يا استاذ محمد. بص يا استاذي، بس عشان استاذ محمد انا ما عنديش مشكله ان هو اتصل، بس هل انا غلطت فيه؟ لا. هو المشكله مش في كده، المشكله انه بيقول لك في وما بيقول لي المدينه يا ولد ومش وممكن يا يجي ولد، في اي هو وقت. في فرق سن عامة يخليني ما اعرفش ارد، بس لكن ما ينفعش يقول لي انت مين. انا مين ده اللي حضرتك في يوم هو من تفتكر الايام انه ممكن يجي؟ هيجي يعمل ايه؟ ما بيقول لك انا جنبك في المدينه. هو عامه برضه يعني. يشرف. اهلا وسهلا. يا سلام. طيب احنا اقول لك على حاجه. احنا معانا صورتين، هنرجع تاني نخلص الصورتين. انا بس عندي حاجه عايز اقولها يا اتفضل. هو انا مين؟ معلش دي جايه من انهي حته يعني؟ لو انا مين ليه هو في يوم من الايام انت كنت رديت عليه بقى عشان برضه معاه مش ليه ما ترد. طيب حاضر مفيش مشكله. طيب بس انا رفضت اشتغل في قناه في عصره يعني انت رفضت تشتغل في قناه في عصره اول الحلقه يعني قبل ما يخش. طيب هنرجع بقى من الفصل. تمام. رجعنا لكم من الفصل تاني ومحمد عبد العال ماضو. نشوف بقيه الصور. يلا بينا. كابتن رضا عبد العال اراءه دايما عامله ضجه وعامله قلق كده، بيحب دايما يبقى الراي بتاعه مختلف قوي قوي، فعامل شاف المكسب ازاي بدا يمشي في الزاويه دي. يعني هو شاف الجماهير بتحب ايه وبدا يشتغل على القصه دي. طبعا كابتن رضا عبد العال قيمه كبيره، بس هو شاطر جدا كلامه يؤخذ جدا بيه. ان هو يبقى كلامه يؤخذ بيه في التحليل احيانا. ما فيش حد اصلي ثابت، بس هو عنده حته كده دايما بيحب يخبط يعمل حوارات يعني كده بس بتبقى دمها خفيف يعني الناس بتحبها، زي رهان. هو عارف الناس بتحب ايه فبدا يعني زي الرهان بتاع كاس العالم اللي هو كان كوميكس سنين ده مع ابراهيم فايق، ده كان ممتع بصراحه. انا لغايه دلوقتي بستخدمه كوميك. هو يعني شخصيه مقبوله طبعا. كابتن رضا ليه منا كل طبعا الاحترام طبعا. طيب نشوف السؤال اللي بعدها. يعني. استاذ احمد مرتضى منصور. احمد مرتضى طبعا محترم. طيب يعني عملت معاه؟ اتعاملت معاه طبعا. اتعاملت معاه زمان كتير من قبل النادي، من ايام ما كنت مغني. هو كان حتى بيشير اغاني بتاعه الزمالك بتاعتي، ولما حصل مشكله مع استاذ مرتضى هو اللي حلها لي. كان موضوع كبير وقضايا وحاجات كده، هو اللي تدخل وحلها، فدايما انا فاكر له النقطه دي. ظلم نفسه ما دخل مجلس الاداره. ما كانش ينفع يكون في مجلس الاداره لان هو محسوب على استاذ مرتضى منصور، لان هو احمد مرتضى منصور هو فخور بده. فالنقطه دي دايما زي بالظبط مصطفى شوبير.
لو مصطفى شوبير احسن حارس في مصر وصد مليون الجماهير صد بدات تعترف بمصطفى شوبير دلوقتي لانه بدا ينجح بالفعل. بداوا يعترفوا بيه. تخيل مصطفى شوبير لو دخل فيه جون غلط، ده واسطه عشان كان بيحصل في الاول فعلا، حتى لو هو ناجح، حتى لو هو احسن حد. فدي دايما بتلود ان زي ما الاهالي بتساعد بدخول او بتسرع طريق، طبعا بتلود جدا على الشخص. فاحمد مرتضى اتظلم طبعا. ممكن تكون قوه المستشار مرتضى ضرت استاذ احمد مرتضى، قوته. لا ما اقدرش اقول قوته ضرته، بس هو احمد مرتضى كان شاطر في بعض الملفات، كان بيعرف كويس قوي يجمع الجماهير، هو كان بيحب الحته دي. طيب نشوف الصوره اللي بعدها. اسلام علو المحلل الرياضي. اسلام صاحبك طبعا. طبعا حابب تقول له اسلام صديق محترم، ويمكن احنا بنتخانق كتير في الاراء الكرويه، بس في الاول وفي الاخر احنا يعني اصحاب، وهو ده اللي انا عايز اوصله للناس، ان احنا مهما اختلفنا. يمكن انا بزعل من اسلام عشان هو زملكاوي، ولما بيتكلم بيبقى قلت لك بقى طب انت كده عملت لنا مشكله على فكره، انت كده سببت لنا مشكله. انا جاي له على الهوا، مش هسيبه، مش هحله. لا شربتها يا بيه، لا اقول الصراحه. انا بضحك، انا قاعد بضحك. عامل ايه؟ انا عايز افهم هو هيخش يعمل ايه. لا انا عارف انه حبيبك، لا انا جاي لك. ده برنامج دخول مفاجئ. عامل ايه؟ انت يا بيه في دخول مفاجئ ورمضان كريم. ايه رايك؟ نشوفكم الحلقه الجايه مع ضيف جديد. لبستها؟ ملعوبه. لا طيبين، نشوفكم الحلقه الجايه مع ضيف جديد في دخول مفاجئ. ايه رايك يا بيه؟